الأطباء بمختلف اختصاصاتهم من قطاع عام إلى قطاع خاص إلى أطباء شبان. سعداء جدا باستقبال سلاح الشهيبي طبيب. هذيك هو الإشكال اليوم، حتى باش تقدمهم ما تنجمش تقول طالب طب طبيب. سلاح الشهيبي عضو مؤسس منظمة توصيل أطباء شبان، مرحبا بك سلاح. وبيك عايشة. بالحق لكن المشكلة في إني نقدمك طبيب طالب طب، يعني منزلة بين المنزلتين، سامحني. والله جوستومون سي لو بروبليم ماجور، سي نوتر كوز. راهو اليوم كان خارجين ندافعوا على حاجة، رانا قاعدين ندافعوا على حاجة كنا ندافعوا عليها في 2017. حاشم نحكيو على ان ستاتيو دي انترن دي ريزيدون، نحكيو على قانون منظم لمهنه الطب وستخين دوبوي اسي لونتون. مش اليوم نطالبوا به هذا، وعيب على دوله تحترم روحها وتحترم نفسها انه دي انترن دي ريزيدون اطباء قاعدين يلوكوب اكثر من ثلثي الوقت. راهو في السبيطارات نحن نقعدوا لي انترن لي ريزيدون 18 ساعه على 24. نحن اونجير لي زوبيتو بوبليك، نحن سون ستاتيو، نحن ما عندناش محميين، ما عندناش حقوق وواجبات مضبوطه. بالعيب. خلينا نرجعوا للوقفه الاحتجاجيه في هذا التقرير ثم نفتح النقاش كالعاده مع زياد مدام سعاد وخليفه. نظم اليوم الأطباء الشبان مسيرة احتجاجية نحو مجلس نواب الشعب، وين تجمعوا مطالبين بسن قانون ينظم العمل نتاعهم ويحدد المسؤوليات الطبية. طالبوا بصفة فورية بتطبيق قانون أساسي ينظم خدمة الأطباء الشبان، الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين. القانون الأساسي هذا بدأ الحوار والنقاش فيه يعني في المحتوى من 2013. وجاء التحرك هذا اثر حادثه وفاه رضيع سوسه، واللي تم خلالها ايقاف طبيبه مقيمه بمستشفى فرحات حشاد بسوسه. مع العلم انه التحرك يجي نهار بعد الاضراب العام اللي قاموا به الاطباء في مختلف انحاء الجمهوريه، وقام وفد ممثل عن الاطباء الداخليين والمقيمين بلقاء رئيس مجلس نواب الشعب وقدموا له مطالبهم واقتراحاتهم. وفي انتظار سن هذه القوانين يبقى سؤال: من يحمي الاطباء الشبان خلال القيام بمهامهم وتلقي تكوينهم؟ مرحبا بكم مجددا. اذا هذا ملخص، يعني اليوم رغم البرد اصريتوا اما مش كانوا خلوها بكم الاطباء. البارح انتم مشيتوا في المسيره نتاعهم، ما نحبش نعمل تفرقه، جو في دير لا فيريتي. البارح اطباء الشبان شاركوا في مسيره احتجاجيه وضرب العام للاطباء القطاع الخاص، والتحقوا بهم ايضا اطباء القطاع العام، وكانت وقفه كبيره البارح تاريخيه قدام قصبه. اليوم لقيتوا روحكم وحدكم. انا في تقديري الخاص الحقيقه نلقاو كل الدعم من القطاع الخاص، ونلقاو كل الدعم من اساتذتنا في القضيه هذه. ما مش معكم في الوقف، ما فما حتى اشكال. ميساجاتهم وصلتنا، لي ميساج نتاع الدعم وصلتنا. عندنا احترازات اخرين نجموا ندخلوا فيهم. كان تحب تثير قطيعه في مستوى القطاع هذا، راهي ماهيش هذه الطريقه المناسبه. تبقى انت تحكم عنا ويا قاعد. انا والله حطينا حسن النيه نسبقوا في مستوى الحوار هذا. تبقى كما قلت لك، نحن اليوم فما استياء كبير واحتقان كبير في صفوف الاطباء الشبان بارابور سكي سي باسي. وخليني نرجع لنقطه منهجيه. راهو اليوم اللي صاير في علاقه بالمكون الطبي راهو نتيجه ومش سبب، نتيجه للسياسه الاعلاميه. الحقيقه الاعلام انا نسبق حسن النيه تخيلته مسؤول اي سورتو فما شراكه بالصمت من وزاره الصحه غير مفهومه. اليوم وزاره الصحه ساكته عن الحق، وهذا خطير برشا. خلينا نفتحوا نقاش فكرة قبل هذه بربي. من الشعارات اللي رفعت في مسيراتكم يعني هي اعلام المليارات. والله غالطين فينا، والله هذه المليارات ممكن عند الطب عند اللي يخدموا في الاعلام. والله لا نكسبوها، والله لا نكسبوها. شفتوا الاستاتيو ماذا بيا والله يا رب يحق لهم دعوتهم. شوف نعرفوا اللي عندي مليارات انا نشارك معكم في الوقت هذا. خلينا نبدا بيك مدام سعاد لانك الاقرب من اختصاصك. يعني اليوم ونقطه قالها يعني سلاح من المخجل انه اليوم يعني ما يقول 18 ساعة، يعني من يتحمل مسؤولية في سبيطاراتنا مدة 18 ساعة؟ سي تري جراف. صحيح، نأكد كلامه. اليوم اللي شادين السبيطارات لي زانترن اي لي ريزيدون، الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين، هذوما اللي اليوم هما اللي قاعدين في وجوههم المواطن اللي يتغشش في وجوههم، اللي باش يعمل مشكلة في وجوههم، الاعتداءات في وجوههم هما. وكما قال أنا نساندو، وممكن باش نصلح شوية معلومة حتى حسب الفيتيير واللي قال هما اليوم لقاو رواحهم بالكش وحدهم، على خاطر هما كانوا عاملين دعوه للاضراب من قبل. راهو ماهيش حادثه سوسه اللي خلت الاضراب نتاع الاطباء الشبان تكون. حادثه سوسه ربما كانت القطره اللي فايدت الكاس وساندوهم في الايامات الاولى زملائهم، ولكن انا كان في بالي بالاضراب هذايا منذ اكثر من اسبوع. والسبب نتاعهم راهو مشروع ومقنع، لانه اليوم ما فماش قانون حول المسؤوليه الطبيه،
ما فماش ستاتيو ني بور لي ميدسان ني بور لي جوكستا معناها كيما نقولوا لي تكنيسيان سوبيريور الكلهم والباراميديكال الكلهم ما فماش قانون يحميهم. اليوم شاب يجي يلقى روحه ينجم غلطه ما عندوش شكون معاه ينبهوا لها، يجي يلقى روحه موقوف، يحتمل تؤول على انه خطا طبي وهو ماهوش خطا طبي، يلقى روحه في مشاكل. وبالتالي اليوم ماذا بينا القطاع هذايا اللي من احسن الاستثمارات ان تستثمر في التربيه اللي دافع عليها ديما سي خليفه، ان تستثمر كذلك في العنصر البشري وفي صحه المواطن. واليوم نحب استثمارنا في شباننا والاطباء نتاعنا وفي كل القطاعات يكون مبني على قاعده صحيحه، هو يضمن حقه والمريض كذلك يضمن حقه، لانه القانون يحدد المسؤوليه ويحدد كذلك كيفيه التعويض اذا ما حصل خطا طبي للمواطن. هذا خليفه قاعد يخلي الاف من الاطباء يهاجروا سنويا، سواء باش يكملوا قرايتهم ولا باش يهاجروا، وهناك عده دول تفتح اليوم ابوابها، كندا، المانيا، فرنسا، فمش شكون حتى تسهل لهم في هذه الدول انه يمشي يعمل ريزيدانا ولا يكمل الاختصاص دي سو سبيسياليتي في الخارج، لانه ما اعطيناهمش فرصه لنا باش يخدموا بحقوق بسيطه. اعتقد انه مشكل مشترك بين جميع الاطراف، مش الاطباء على الدوام ضحايا، لانه ثم هياكل مهنه لهؤلاء عليها ان تعنى بتطوير المهنه وتجويد ادائها وتحسين ظروف العمل. ما همش تبعيات، عماده الاطباء مسؤوليه هؤلاء، ثم ابنائهم، ثم طلبتهم، ثم زملائهم زاده، لان هذا سلاح نجم نقولوا كان طبيب لان هو طبيب ما عندوش ستاتيو جوستومون. هذا المشكل. لكن العماده نفسها والنقابات والوزاره ونحن كذلك كاعلام كلنا نساهموا في تطوير وضعيتهم، يعني لازم نتفقوا في هذا الشأن، ماهيش مسؤوليه نتاع طرف دون ذلك، بما في ذلك الاعلام، ولكن حتى الاعلام ولو انه اتهم ومش دفاعا عن الاعلام، لو الاعلام ثم الاعلام وثم المجال والفضاء الافتراضي، لو قضيه اخرى الفضاء الافتراضي، هذا موضوع علاش نقول هياك المهنه كانت في الاعلام. احنا في دور الهيكله شنو هو المفروض الاصل فيه؟ تطوير اداء الاعلام. لا احنا هياكل المهنه ولو في معظم القطاعات كان منبره جوست مجرد معناها ناس يدخلوا كان باش يقصيوك او يحققوا هما مكاسبهم، ولكن ما يطوروش المهنه في حد ذاتها. الاولى به المشكل هذا راهو معروض عنده مده وراهو وقع له حلول منذ مده، علاش تلقى هكا مناسبه؟ حتى كنا نحكيو على الطبيب اللي توقفت او الطبيب اللي هو موقوف، كي تحسب على النسبه العامه من الاطباء ما تجدش كثير منهم الحالات، هي حاله تكون معناها شاذه، لكن انه توفر اطار قانوني يحفظ كرامه الطبيب في اداء واجبه ويحدد معنى ما له هو ما عليه، هذا يلزم كلنا ندافع عليه وننضلوا من اجله. باش نجيك زياد وبعد شويه ننتظر ايضا سؤال زميلنا هادي اسماعيليه من دائره صوت المناجم. يعني صلاح هذاك علاش عملتوا منظمه الاطباء الشبان؟ ما تحسوش بنا بارتنونس اليوم؟ ما كومش تابعين العماده، ما كومش تابعين نقابه الاطباء الاستشفائيين؟ نكونوا تابعين العماده، ما نجموش نكونوا زاده تابعين نقابه الاطباء الاستشفائيين. تبقى المنظمه هذه مشروع حديث اما فكره قديمه، وكانت فما برشا محاولات لخلق دي سانديكا بانخراط وبمجهودات كبيره من زملائنا الموجودين. تبقى اليوم فما كلمه لازم نقولها، اليوم اصلاح منظومه الصحه العموميه راهو مسار كامل، مسار يتطلب انخراطكم انتم كاعلام، انخراط الوزاره كسلطه اشراف. ما قبلتكمش بالحق يعني اليوم فما كلام انه الوزيره رفضت انه تلتقي بالاطباء الشبان منذ فتره. نعم. انا نحب نقول زاده كلمه اخرى خاطر ما خليتنيش نكمل فكرتي، وزاده سامبليك المواطن، نحكيو على اصلاح منظومه الصحه العموميه، اي سورتو الاطباء الشبان كقوه اقتراح والاطباء كفاعلين. هذا الكل ما ينجم يساهم كان في صحه وفي تحسن منظومه الصحه العموميه واصلاحها. تبقى تو كنا نرجع على لو بوان على حكايه الوزاره اليوم بين بالكاشف تخلاها على السبيطار العمومي، على لوبيتال بيبليك اللي تعدي فيه انت ونعدي فيه انا ويعدي فيه خويا ولد عمي وزوالي، اليوم تخليت عليه. ولوبيتال بيبليك، وهذه كلمه لازم نقولوها، قاعد يحتضر اليوم في حاله موت سريري. دكتور اوزر اعطينا بالضبط بالنقاط كمواطن يتفرج فينا مشكلاتكم انتم. تجاوبوا نلحق به سؤال زميلنا هادي وسؤال زياد ونعطيك اكثر وقت باش يكون افكارك مسترسله. هادي اسماعيليه اذاعه صوت المناجم. مساء الخير هادي.
عسلامة ومرحبا بك، مرحبا بالناس الكل تتفرج توا في ناس نسمع. خليني قبل ما نبدا سؤالي بحاله معناتها من جهه قفصه، مؤخرا امراه فقدت صغيرها بسبب كلمه استنى والانتظار من الساعه 9 صباحا الى حدود 1:30 بعد الظهر، هذايا بسبب كلمه الانتظار. حبيت نسال ممثل منظمه الاطباء الشبان كيفاش نجموا نقصوا في هالحوادث هذه اللي باقي تخسرنا في صغيرات وباقي احيانا تبدا نفقدوا امهات. سؤالي الثاني، نعرفوا اللي دور وزاره الصحه ان توفر اطباء الاختصاص في المناطق الداخليه، ولكن كمنظمه حبينا نعرفوا هل انه السيد السلاح اقترح والمنظمه نتاعو اقترحت على وزاره الصحه حلول من اجل توفير اطباء اختصاص في الجهات والا؟ شكرا لك لهيدي، يعطيك الصحه. اذا زوز نقاط نرجعوا لزياد كان تسمح ولاحظتك، وبعد خلينا نعطيو بقيه الوقت للسلاح. انا الساعه والحاجه في نقول احنا ما ممكن الا اننا نتضامنوا معاهم في المطالبه نتاعهم باش توفر لهم الحمايه القانونيه. الحمايه القانونيه مش للاطباء معناها ككل، وانما اساسا بالنسبه للاطباء في الشبان هذوما، وخاصه المقيم منهم، لانهم هذوكم تقريبا راهم المتحملين الوزر الاكبر والعبء الاكبر نتاع المرضى في الاسبيطارات. اليوم نرى انه ما هوش معقول انه الاطباء الصغار هم اللي دائما في الواجهه باش يدفعوا الثمن، وقت اللي ثم ناس اخرى ما تتمسش، وبرشا جرائم قاعده ترتكب على مستوى عالي ما يلوج عليها حتى حد. ودكتور لطفي المرايحي كان اشار لبعض منها وقت اللي كان ضيف عندنا. انا السؤال نحب نوجهه لصديقنا في منظمه اطباء الشبان، القانون تو هذا الموجود في مجلس النواب، هل انتم شاركتوا في الصياغه نتاعو ولا لا؟ هل علمكم بالمحتوى نتاعو؟ واذا كان هذا فهمتي ما تمش عندكمش النيه باش تمشيوا للبرلمان باش تبسطوا وجهه نظركم. ساعة خالد نعاود نرتب مطالبنا باش نوضحوا الصورة. فوالا دونك أولا وأساسيا هو صياغة قانون منظم لمهنة الطب، وهذا جليل العين والي تي طون جو كخوا سورتو بور لي انترن لي ريزيدون. وكما قلت لك 2017 نحكيو على شيء، هذا شيء حسم. بالنسبة للمقترح راهو نحن عندنا مقترحات وشاركنا في الصياغه، ومدام سعاد تعرف بالبالي نحن من 2014 قدمنا المقترح وموجود على طاوله الوزاره. دونك نحن عملنا لو بروميي با، ونحن اليوم دعوه مشينا للبرلمان وقابلنا سي عبد اللطيف البكي على باك، وتقدم البرنامج وتقدم القانون. ما نسمعوا كلام في الكلام، فما صم اذان اليوم، ما فماش اون فولونتي، يا با دو فولونتي بوليتيك. نسمعوا في كلام بلغه خشبيه ماهيش قاعده تقدم بالصحه العموميه. نحن هذا سؤالنا، يعني تسال فيا انا علاش؟ انا السؤال هذا نطرحه للاعلام اللي ما يتكلم كان كي تصير كارثه، خاطر نحن سائل اليوم راهو باش تصير كارثه. من الاعلام انتم بحكم التجربه شكون يعيق القانون هذا من داخل المهنه من خارجها؟ اليوم لوبيتال بوبليك تباع او بروفي دو لا بريفاتيزاسيون. اليوم تخلي كامل على الصحه العموميه او بروفي دو لا بريفاتيزاسيون. وكنا نحكيو على ساحه الحيتان الكبيره اللي عندهم سامحني اللي تقول يعني اللي عنده انا يساعدني يقعد السبيطار، يقعد الانترن خايف انه يخدم خدمته ولا الريزيدون باش الباسيون يمشي اكثر الكلينيك. دونك سي يعني تدخل خارجي هذا، وانا نحكي نكره المؤامرات. سي ان ريزونمون لوجيك هذا. هو بالنسبه لي نسبق حسن النيه ونقول يا با دو فولونتي تو كور. تبقى معناها مهمتكم ومهمتنا احنا زاده باش نزيدوا نتقصاو ونزيدوا نعملوا دو لا بريسيون باش نجموا نحسنوا واقع مستشفياتنا. اليوم المستشفى العمومي راه نحن نتكونوا فيه، كبرنا فيه ونخدموا به في المواطن. وقضيتنا اليوم، سامحني نكمل الكلمه هذه، قضيتنا اليوم هي قضيه المواطن التونسي وقضيه المستشفى العمومي، باش نجموا نقدموا ونوفروا صحه تليق بمواطن تونسي دون دخول في حكايه تقول تحب تفتن بين السينيور خلينا نسالك سؤالي. اليوم يتحركوا معاكم اليوم، يعني انتم تهزوا الحمل الكبير. ما نعرفش ان كود بوس من عندهم هما لهذا القانون هام جدا، زي باش مساعدهم زاد هما الوضع لي زانترليزيدون يكلتوا نهار كامل، وما مساعدهم زاد الوضع مع احترامنا لكل الاساتذه اللي يكونوا في اجيال واللي يخدموا. فما برشا عباد رفضت ان تلتحق بالقطاع الخاص باش تؤدي دورها التربوي والتكويني، وهذوما نحيوهم جو ليف لو شابو ليهم بالطبيعه. انت في لوفي لو شابو في بلاصتي ان. علاش؟ على خاطر راهو الشاب يحفظ ويقصوا عليه، وهذا موجود وواقع ونشوفوا فيه كل يوم. تبقى راهو لازم نحييو زاد العباد واساتذتنا اللي كونونا واللي فناو حياتهم. اليوم سي با فاسيل، راهو على دو 45 50 كانوا بتقعد في السبيطار، على السبيطار العمومي نحكي على حساب صحتك، على حساب فلوسك، وعلى حساب مستقبلك وصغارك. هذا سي ديفيسيل، ونحن نحييو التضحيات هذه. واليوم نتحداو نحن وزاره الصحه كونها تكشف لنا على عدد الاستقالات من الاطباء الاستشفائيين. اليوم سيدي سكان العاده في القرويه، ايش بيكم ما تكلمتوش عليه؟
اليوم اسكان عادم في نابل. حكينا عليه وحكينا في نابل. لا وحكينا لا لا تغلطش. لا هنا تغلطش. وقت اللي صار الاكسيدون تاع زغوان كنا في السبيطار وعدينا. وقت لا خلينا نكملك فيك تسبق في الكلام. راهو اذا طب من وسط السبيطارات ما ينقلوش ساعات الخبر ما ينجمش. احنا شكر لمراسلينا اللي تنقلوا ونقلوا كل هذه المشاكل وبلاتوات الصحه في قناه نسمه من وقت الشكل القديم. خليفه موجود من وقت الشكل القديم للناس نسمه كنا على الاقل مريره في الشهر نطرحوا الاكتظاظ كل مره نختاروا موضوع ونطرحوا. هو مش مشكله مش تنازل مع الاعلام ما تحاولش. ليه شوف نحن اليوم ما نجموش. سامحني اليوم ما نجموش نعديو الاعلام ونعديو الوزاره ونعديو هذاك ماهوش الحل. الحل كونه نحن اليوم دينا الحوار تشاركي باش نلقاو حل منظومه الصحه العموميه. متواصل ولا انتم مضربين ولا لا؟ بطبيعه الحال. شكون يخدم في السبيطارات اليوم؟ ليه شوف هو لا سبيسيفيسيتي نتاع لو ميتي دا ميدسان وانت تعرف به كنت طالب في كليه الطب في تونس. راهو سي با ان ميتي سي اون ريسبونسابيلتي هيومان مسؤوليه انسانيه. راهو لي زورجونس ما وقفوش. لي كونسلتاسيون زاد فما عباد تجي من جندوبه للشارنيكول باش تعمل كونسلتاسيون باش تعمل ايكو وليزيكو يتعطاو بعد ب9 اشهر وبعد هذو انا على الصحه العموميه اللي نحن نعانيو منها. قاعده تصير لي كونسلتاسيون افخوا مش قاعده تصير وان شاء الله الامور ماشيه للحلال وان شاء الله نلقاو حل. الى متى باش تقعد؟ والله الى متى نحن راهو ما تعرف مادام كما قلت انت هي مسؤوليه وهي مهنه انسانيه. انت عبرت على موقف ووصلت صوتك. ماذا بينا كيف المريض هذاك يلقى شكون يداويه. ماذا بينا ديما نقعدوا نقولوا برافو لي زانتيغن اي لي ريزيدون. عندكم مشكله وصلتوها للطرف المسؤول ما قاعدين تقوموا بدوركم وتقوموا بواجبكم. ربي للتاريخ يا حسن للتاريخ راه سي با ان بروميير موفمون. الموفمون هذا قمنا ب 2014 و2015 وطالبنا بنفس المطالب والامور ما تحسنتش. اما اليوم اون ايتي توجور باسيفيست وكنا كل يوم نرضخوا. اما اليوم ماناش باش نرضاو بان صفر حلول. لا نرضى بان صفر حلول ولا نوضح للمواطن تتويجا للقضيه هذه الا الصحه عموميه تليق بالطبيب التونسي اي سورتو بصحه المواطن التونسي. انا انترن شو يخدم في السبيطار؟ بربي ليل العباد يعني للطرفه خليفه مش في بين انترن ريسيدون يخدموا طب في السبيطارات. هذه اكبر خرافه. الانفيرميي دو لوفري هما يقوموا بخدمتهم. الباراميديكال نحييهم برشا يقوموا بمجهودات كبيره. اما اون في تو نقول لك نعديو نحن 18 ساعه على 24 في السبيطارات. اون في بلوس كو 80 زور دو ترافاي. فما دي زانتيغن وانت تعرف بالبيه يخدموا اكثر من 80 ساعه. نحن كي عندنا حتى التحليل مثال من دول اخرى كي نحكيو على الحكايه هذه يضحكوا علينا. ما يصدقوش وحاجه اخرى. ما يعتبروش جزء من التكوين هو. ايه هو جزء من التكوين وهذاك عليه جوستومون نوتر فورماسيون اللي تري انفي وتشوفوا الاكزود كبيره نتاع التوانسه والاطباء التوانسه يتحلوا اللي يحتلوا مواقع متميزه برشا في لي كونكور ديكيفالونس. اما الاضراب هذا راه يلزم يوقف خاطر توا الضرر للمواطن والمواطن الفقير اللي ما عنده كان واضح انتهى التوقيت. سلاح يعطيك الصحه سيدي مرحبا بكم. صوتكم ديما يوصل عبر قناه نسمه بالحق. يعني اليوم راهو عيب رانا 2017 راهو بربي ما عادش تقولوا لي 3000 سنه حضاره رانا عملنا العار. اليوم سبيطاراتنا تسير بلا قوانين الطب اللي يخدموا فيها. السيد قاري 7 سنين يحضر في التيز نتاعو ما نجمش نعيط له يا طبيب يا اتيديون. راهو عيب. وزاره الصحه الحاليه من غير ما تصفي حساباتك مع وزير الصحه السابق تاخذوا تعاركوا من بلاتو لبلاتو خليت لها وما خليتلهاش اخدموا وخليوا حاجه لهالشباب. راكم كرهتوهم في الطب وكرهتوا المواطن في السبيطارات. شكرا لك سلاح زيد لين يعطيك الصحه. اهلا وسهلا. شكون بربي قائمه اللي ما يحبوش يحضروا معك ما عادش نستضيفوا شكون كل من عنده حاجه كذبه يحب يغطيها على التوانسه وما يحبش يتكشف باش يخاف انه يحضر في البلاطو هذايا. دونك يا توانسه اذا كان تسمعوا بواحد ما حبش يجي للبلاطو هذايا عرفوه راه قاعد يكذب عليكم وما يحبش يتكشف هنا. سعاد عبد الرحيم يعطيك الصحه. شكرا لك. خليفه بن سالم شكرا لك. غدوه كالعاده موعدكم مع ناس البرلمان توفيق بن بريك. ضيفتنا السيده وزيره الصحه وزيره المراه